لبسوا لون اسود زي بعض وسحبها من ايديها وطلعوا مكان عالي ووراهم البحر وقدامهم التورته والشموع. يوسف جو خطيب نيرة كمال قرر يفرحها ويفاجئها زي كل مرة، وفي عيد ميلادها ظهروا بإطلالة رومانسية وحواليهم الورد والمية. ازاي يوسف فاجئها كده؟ وليه عيطت لما شافت اللي عمله علشانها؟ ازاي في كل مرة بيأكد ليها انه عوض ربنا ورزقها؟ مش هتصدق اللي مرت بيه نيرة، علشان كده اي حاجة حلوة تحصل لها بتكون رد فعلها كبير وتتأثر. خدها من ايديها وطلعوا مكان عالي وقدامهم البحر، وكان مجهز لها جو رومانسي زي ما بيقول الكتاب، بحر وشموع وورد وتورته علشان يحتفل معاها بعيد ميلادها. نيرة لما شافت المفاجأة ما قدرتش تمسك نفسها وعيونها كانت كلها دموع، طبعا دموع الفرحة والفخر إنها مرتبطة بحد زي يوسف اللي جالها عوض فعلا، وعوضها عن أوقات كتير صعبة مرت بيها. لو كانت تعرف اللي ربنا شايله ليها ما كانتش انهارت ولو للحظة واحدة. يوسف حب يفرح نيرة ويعمل لها مفاجأة، اتفقوا يلبسوا زي بعض لون اسود وقعدوا مع بعض وكلهم رومانسية في جو هادي خالص، بس هي كانت متأثرة جدا وهو فضل يتكلم معاها كتير علشان تبطل عياط. يستمتعوا كمان باللحظة دي، بس ايديها وهي طبطبت على كتفه وكأنها بتقول له شكرا على كل حاجة وعلى وقوفك جنبي. الجمهور مبسوط وفرحان ليهم جدا وشايفين انهم لايقين على بعض، وبيدعوا ربنا انهم يشوفوهم فرحانين وفي بيتهم قريب. دي مش المرة الأولى ولا الوحيدة اللي يوسف يتعامل مع نيرة برومانسية كده ويفاجئها، بالعكس كل المراحل اللي مروا بيها والخطوات اللي عملوها لحد خطوبتهم كانت لقطات رومانسية من العيار التقيل. نيرة أو خلينا نقول نور زي ما يوسف جو بيقول لها، لقت سبب للحياة علشانه تعيش، دارت على شمعتها فترة طويلة وبقت تظهر بس اللي عايزة تظهره، وبقت تبين ايده بس وهو بيلبسها التاج وبتودع حياة السنجل. الجمهور قال ساعتها ان في حاجة بين يوسف ونيرة، فعلا طلع اللي بينهم مش قليل. واللي يأكد للجمهور هو لما نيرة نشرت فيديو يوسف بيفاجئها على مركب في جو شاعري ورومانسي والورود حواليهم من كل ناحية، ومعلق ليها صورة ليهم على كوبري على أغنية عمر ابتدى تحت عنوان العوض، وبيقولها بعلو صوته بحبك يا نور، حاجة كده زي عمر وسلمى. نيرة قالت أنا دايما كنت بحس إني غير مرغوب فيا، وإن طالما أبونا سابنا يبقى أنا ما استحقش أتحب، ولا كمان إني أستحق أحب نفسي، وده سبب من الأسباب اللي خلتني أروح لدكتور نفساني. بس قبل ما يوسف يكون حبيبي كان صاحبي وأخويا وجنبي وبيشجعني، بيحاول يرجعني نيرة اللي أنا كنت أعرفها. يوسف خلاني أحب نفسي قبل ما أحبه، أنا بحبك. نيرة كان هيجرى لها حاجة من المفاجأة، وإزاي ممكن حد يحب حد كده، وبقت مش مصدقة وبتعيط. إزاي بعد اللي شافته ده واللي اتقال عليها حبت بعد سنين طويلة؟ هو بقى يطمنها ويبوس في إيديها ويمسح في دموعها زي ما حصل في عيد ميلادها برضو الساعات اللي فاتت. أي حاجة حلوة بتحصل لنيرة وبيري أختها الجمهور بيفرح لهم، والعكس لو أزمة مروا بيها بيزعلوا جدا على زعلهم، لأنهم قريبين من الجمهور جدا وبيشاركوهم كل حياتهم. حتى لما بيري فسخت خطوبتها ظهرت نيرة مع بيري وهي اللي أعلنت ده، وقالت مفيش نصيب، عادي بتحصل لأي حد، وعلشان كده المتابعين بيحبوا علاقتهم ببعض.